السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة جايبة لكم بقى ريفيو عن سفريتنا لمرسى مطروح. احنا سافرنا ورجعنا، وهحكي لكم بقى ازاي سافرنا وازاي حجزنا والكلام ده كله. احنا كده اتحركنا، اخدنا الباص، حجزنا مع جو باص وطلعنا من موقف عبد المنعم رياض، موقف جو باص كده، ركبنا وتحركنا. عايزة احكي لكم بس الاول قصة الحجز ازاي. خليكم معايا. انا كنت متفقة مع صاحب شركة سياحة في المنطقة بتاعتي، ممتاز جدا ورحلاته كويسة وشقة كويسة، واللي يحب ياخد رقم تليفونه يكلمني اديله رقمه، مضمون وعلى مسؤوليتي. بس انا حجزت معاه بالبق كده بالتليفون، ما دفعتش عربون لان كنت منتظرة اعرف بنتي اجازتها هتكون قد ايه من الشغل، لان الشغل كان رافض يديها اجازة. فانا اتكلمت معاه وطنشت الموضوع لحد ما بنتي ادتني الاوكي بالاجازة، فجيت ارجع له قال لي لا للاسف الفوج كله اتحجز، وكان اخر فوج اللي هو 14/9 كان اخر فوج معاه لمطروح. وقال لي ان انا قلت لك يعني عدي عليا اديني اي عربون وكده، وانا طبعا ما روحتش لاني مش عارفة اجازة بنتي امتى. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل، فبدأت ان انا ادور على اي بديل، لان كان قدامنا 3 ايام بس والمفروض نسافر. اتصلت باخ يعني قريب، قريب واحدة قريبتي، علشان يبعت لي تفاصيل شقق من هناك، وفعلا الراجل خدمني وبعت لي، بس الشقق ما عجبتنيش، ما كانتش مناسبة. فلقيت اعلان على الفيسبوك لاخت عارضة شقتها، شقة صغيرة، اوضتين صغيرين يعني على قدي انا وبناتي. وانا كان عندي قلق ان انا احجز مع حد على الفيس وابعت له عربون وكده، بسمع ان في عمليات نصب كتير. وفعلا احنا لقينا شقة جميلة جدا على البحر مباشر في العوام، واتصلت بالاخ اللي منزلها، مش منزل طبعا فيديو الشقة على الفيس، بعتهولي على الخاص، شقة تحفة نيل مباشر، قال لي ب500. فطبعا انا مش مصدقة، فقلت له ماشي انا هاخدها. فضل بصي يعني زن كل 5 دقايق يطلبني ابعتي عربون ابعتي عربون. فدوت انا حسيت من كلامه انه يعني انا بقول له الساعة 12 بالليل ابعت لك عربون ازاي؟ يقول لي معلش اتصرفي، اصلا انا لازم احجزها النهارده. طب هي حضرتك انت بتقول انك المالك، ازاي يعني؟ الالحاح اللي قاعد يلح، لا مش المالك. فطبعا قلقت منه. لكن الست دي لما كلمتها لقيتها ست محترمة معلمة قرآن، فطبعا اتبسطت جدا. حولت لها 500 جنيه عربون من تمن الشقة، وفضلت متواصلة معايا طول الطريق، وتواصلت معايا أول ما نزلت هناك مطروح. يعني الست في قمة الاحترام. الشقة حلوة جدا، هقول لكم مميزاتها وهقول لكم عيوبها، تابعوا معايا الفيديو. واللي عايز برضو رقمها يتواصل معايا خاص اديله رقمها. مصداقية في كل حاجة قالتها لي، حتى الحاجات البسيطة العيوب اللي انا لقيتها في الشقة بلغتها بيها، وهي ان شاء الله وعدت ان هي تظبط الحاجات اللي ما عجبتنيش، بحيث لو حبيت اروح هناك تاني. بس الحاجة اللي ما عجبتنيش ان الشقة يعني يعتبر بعيدة عن البوسيت، بعيدة عن البلد والفسح، يعني في اخر باب البحر، في باب البحر في اخر علم الروم. لكن خلاف كده كل حاجة كويسة، وهحكي لكم كل حاجة بالتفصيل. دي الشقة صورتها لكم وانا كده واقفة في البلكونة، ده الفيو بتاعها. بتبص على البحر ده، عرفت ان هو اسمه بحيرة. ما فيهوش موج خالص لانه مقفول. قالوا لي ده بحر مقفول، فآمن جدا للأطفال، بس ما عجبناش لأن المية فيه مش نظيفة خالص، ده العيب الوحيد. الشقة أكتر حاجة عجبتني في الشقة إنها مش مجروحة نهائي، كانت في الدور السابع، والحمد لله الأسانسير ما عملهاش معايا ولا مرة. كنت قلقانة جدا لأنه أسانسير واحد، بس هي عمارة سكنية، فما فيش فيها شركات ولا حاجة، وما كانش فيه ضغط جامد على الأسانسير. بلكونتها 4 في 4، كنا بناكل فيها وقعدتنا كلها فيها. حلوة قوي البلكونة، وحلوة إنها مش مجروحة.
وبننزل على الكورنيش نركب اي ميكروباص ب3 جنيه بيودينا لحد العوام، ولو كملت معاه للاخر لحد البوسيت بياخد 5 جنيه. فطبعا المواصلات متوفرة من الناحية دي الكورنيش، ومن الجهة التانية شارع علم الروم. لو برضو عايزة اروح السوق او اي حاجة بركب من الجهة التانية علم الروم برضو ب3 جنيه. فدي الحاجة الكويسة اللي فيها، يعني هي قريبة من المواصلات. كده بعد ما وصلنا، ده اول يوم ننزل فيه، نزلنا بالليل طبعا، ما رحناش بحر يوم ما وصلنا. نزلنا بالليل، رحنا اتغدينا طبعا، روحنا فطرنا ونمنا، واما صحينا لبسنا ونزلنا رحنا اتغدينا في بيتزا هوت. وبعد ما اتغدينا طلعنا بقى اتمشينا على البحر شوية. احنا كده واحنا بنتمشى على البحر بنشوف الجو الجميل، السماء والسحاب جميل جدا، سبحان الله في خلقه، يعني حاجة روعة روعة روعة. لازم لما تشوفي المنظر ده تقولي سبحان الله. جمال كده رباني. فاحنا كده ماشيين على الكورنيش في ناحية فندق عروس البحر. هناك موجود المطاعم المعروفة كلها جنب بعضها، جنب فندق عروس البحر بالظبط. بيتزا هوت وكنتاكي وماكدونالدز كل دول جنب بعض كالعادة، طبعا على طول بيكونوا جنب بعض. كده اتغدينا وخرجنا فبنتمشى في مكان حلو جدا هنا لقيناه، فحبينا ننزل، البنات ينزلوا يتصوروا فيه تحت كده زي مكان ما الناس دي قاعدة. هم كده بيوصفوا لي، بيقولوا لي بصي يا ماما القعدة هنا جميلة جدا، فهينزلوا كده بننزل. وفعلا لما نزلت لقيت المكان جميل قوي فعلا، وتصوروا فيه. وشكل البحر بالليل مخيف فعلا، بصوا مخيف، يعني مخيف جدا، يعني تشوفيه بس سبحان الله، مخيف وجميل في نفس الوقت. هنا بس البنات بيتصوروا، يعني عندي خوف رهيب، كل شوية اقول لا خش لجوه خش لجوه. الموج وشكل البحر جمال وروعة وخوف في نفس الوقت. فده اول يوم لينا في مطروح، كده جبت لكم يعني ملخص علشان ما صدعكوش. وهنخلص قعدتنا بقى، ما سهرناش قوي يعني، كده كانت الساعة حوالي 12 مثلا، ما جاتش كمان 12. بس كان السفر بقى تعب 6 ساعات في الباص ورحلة كانت متعبة. وقبل ما نسافر بيوم كان فرح ابن اخويا، وكنا مشغولين اصلا في تجهيز الفرح مثلا يومين كمان، فالواحد كان تعبان جدا. تابعوا معايا بقى فيديوهات مطروح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.